بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤية اللحمة في المنام. اللحمة طبعا يعني من المبشرات بالخير. لو شخص حلم إن هو واقف عند جزار وبيشتري لحمة، في رزق جايله في الطريق. بس لسه الرزق دوت ما أنش أوانه. لكن لو اشترى لحمة وسواها فده رزق سريع جايله. ولو اللحمة ديت استوت بسرعة فالرزق ده جاي بسرعة بإذن الله. لكن لو حلم ان هو شاف ذبيحة بتتذبح ولسه ما توزعتش، فده ميراث هيتوزع بالنسبة ليه، او فلوس كانت ميؤوس منها وهتجيله في الطريق بإذن الله. اللي مش حلو في تفسير رؤية اللحمة، لو شخص حلم بلحمة مش مستوية ان هو بيحاول يسويها، فده امور جايله بصعوبة. او لحمة ريحتها مش حلوة في الحلم، فده دليل على مشاكل او هموم هيكون فيها في الفترة القادمة، فيكون على حذر على قد ما يقدر. وزي ما احنا قلنا الأحلام بتبقى مبشرات بالخير ومنذرات بالمشاكل. فالحلم اللي بيبقى فيه مبشرات بالخير ناخده بالخير، ولو فيه منذرات يبقى نكون على حرص في الفترة اللي جاية، وما نحاولش ان احنا ندخل في اي مشاكل، ونفكر قبل اي قرار ناخده، لان ده بيبقى انذار لينا. ودايما يا رب كده ابشركم بالخير. ما تنسونيش في اللايك والشير.